مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحه وحال. رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وانتم اقرب الى الله. ويا رب رمضان يجمعنا ويلم شملنا يا رب العالمين، واحنا يا رب كده مبسوطين وفي هنا وفي سعاده. النهارده بقى يا حبايب قلبي، قررت ان انا اول مره اعملها ان انا افرش اوضه نومي بالديكور الرمضاني. صراحه اول مره اعملها يا بنات، كنت على طول بعمل الريسبشن وبعمل اوضه الاطفال وبعمل المطبخ. السنة دي بقى حبيت ان انا اجدد كده واعمل اجواء رمضانيه وديكور رمضاني في اوضه النوم. قلت اشمعنى بقى انا، يعني لو انا هعمل اوضه الاطفال والريسبشن والمطبخ مش هعمل اوضه النوم انا؟ فقلت لا بقى السنه دي كده احاول ان انا اعمل فيها ديكور بسيط وبرده كده. فقلت بقى يا بنات افرشها واعمل فيها ديكور بسيط كده رمضاني، علشان برضو يحسسني كده باجواء رمضانيه، وابقى أنا عملت الشقه كلها. بنات كده طلعت ملايه جديده، برضو لايقة مع الأوضة، وهتلاقيه برضو كده مع ديكور رمضان. هي لونها كده عسلي، من درجات البيج برضو يا بنات، لونها حلو قوي. وفيها كده نقشة بسيطة كده في آخر الملاية، ومطرزة من على المخدات. فصراحة حبيتها قوي وحبيت الألوان بتاعتها. هتلاقي بقى مع الزينة والنور بقى والدرجات الجولد وكده. فقلت خلاص انا هطلعها وهبدأ بقى كده ان انا اعمل التلميعات الاخيرة والفينش الاخير في الأوضة. لمعت بقى الازاز والكومود وكده. انا كنت لسه كنساها وكنت مسحاها، فهي ما كانتش يعني ايه مستاهله يا بنات ان انا ايه اشيل المشايات وامسح واكنس وكده، لان كنت لسه عاملاها يعني. فبس يا دوبك غيرت الملايه ولمعت كده السرير من بقى يا بنات. طقم كده اللي هو كوشنات رمضان، كان كيسين كده يا بنات، كان تحفة قوي، لونه اوف وايت. وكان معايا يا بنات مفرش. المفرش بقى ينفع ان انا استخدمه في كذا حاجة، مثلا ينفع احطه على السفرة، ينفع احطه على الركنة، على الترابيزة، على السرير. ينفع ليه كذا استخدام يا بنات. انا كنت جايبة منه اتنين صراحة، قلت احط واحد في الريسبشن والتاني قلت احطه في اوضه النوم وكده. صراحه كان عامل شكل حلو، وكان لايق قوي مع الوان السرير ودرجات الملايه اللي انا مطلعاها. وكان منقوش عليه كده بالجولد يا بنات، رمضان كريم بقى. وشغل المكرمية اللي عليه ده صراحة شيك قوي، وشكله حلو. كان عندي بقى يا بنات فرعين نور كده، فقلت بقى ايه ان انا اعمل ديكور كده على السرير بسيط. انا كده كده عندي الليد اساسا في السرير، فهو ما كانش محتاج ان انا احط حاجات فيها نور كتير. فيا دوبك حطيت عليه فرع كده اللي هو الهلال دوت. صراحة اداله شكل حلو وفي نفس الوقت سيمبل وشكله بسيط. كان عندي بقى يا بنات القفص ده مش عارفة اسمه ايه، بس هو كده كنت جايباه مع الديكورات. فقلت بقى ان انا ازينه كده، بحيث اللي هو يبقى يعني على شكل فانوس، فاهمين؟ حطيت عليه بقى فرع الليد دوت يا بنات، اداله شكل حلو قوي، وخلاه كده ديكور شيك. حطيته بقى على الكومود. تمام. كان شكله حلو يا بنات، انتوا ايه رأيكم؟ وكان برضو درجاته حلو، درجات الجولد زي ما قلت لكم، مع المفرش مع النور. فصراحة كان عامل لي اجواء رمضانية حلوة قوي يا بنات، وكان عاجبني جدا. انتوا رأيكم ايه؟ مع الكوشن بقى مع المفرش. وكان طبعا عندي الفانوس دوت برضو، قلت ان انا هحط واحد على الكومود ده واحد على الكومود دوت. فكان برضو يا بنات بجد شكلهم تحفة تحفة بجد، خصوصا بقى لما بقفل النور وبنور الليد بس بتاع الأوضة. بجد يا بنات حلو قوي. انا هوريكم برضو في اخر الفيديو لما اقفل بقى النور، وهوريكم الليد شكله عامل ازاي. وكنت جايبه التابلو دوت اللي فوق السرير، كان لسه جديد برضو يا بنات، فحطيته كان مدي شكل حلو. وكنت جايبه الفرع ده يا بنات هلال ونجمه بس كبيره. فانا كنت صراحه عايزه احطه هنا على الفرع بتاع الاكسسوارز بتاعتي، الشنط وكده. فقلت لا، يعني جربته بنات على الجزء ده ما عجبنيش، فجربته على التسريحه كده. هي التسريحه فيها ليد، بس ما كانش فيه الفيشه يا بنات، فما عرفتش اشغل الليدين، يعني حطيت الفرع عليها كده. بس صراحه يا بنات شكله حلو قوي. هنا كنت بقى بقفل لكم النور علشان اوريكم في الضلمه عامل ازاي. بجد يا بنات واو روعه. الأوضة بقت تحفة والله يا بنات أوي أوي أوي. بصوا بقى الليد بتاع الجزء بتاع الأكسسوارز والشنط، والليد بتاع الدولاب، والليد بتاع السرير يا بنات، والله العظيم قمر قوي. والأوضة كده بقت كأن خلاص يعني رمضان في الأوضة. مش عايزة أطلع من الأوضة.
بُصّوا بقى الفانوس القمر دوّة، هو كده فانوس خشب لونه جولد، فأنا قُلت أحطه على التسريحة برضه، علشان برضه إيه الديكور الرمضاني والأجواء الرمضانية بقى تكمل. إيه رأيكم يا بنات بأمانة؟ يعني بجد الفرع اللي أنا حاطاه على التسريحة ده صراحة 10/10. بُصّوا بقى هنا كنت باوريكم يا بنات الفاينل بعد الفرش، قولوا لي بقى بجد إيه رأيكم، اكتبوا لي في الكومنتات. هنا بقى كنت باوريكم بقى الملاية بعد الفرش، السرير الكوشن اللي أنا حطيته. بصوا يا بنات بقى التفاصيل، بصوا اللون الجولد مع المكرمية بقى، شغل المكرمية اللي فيه الكوشن مع التابلو الجديد، بجد يا بنات 10/10. بصوا بقى الفرع الليد اللي أنا حطيته بقى الهلال دوت، هو قد ايه سيمبل وبسيط. وبصوا بقى الديكور اللي أنا حطيته على الكومود، بجد لون الملاية مع لون المفرش عاملين تناسق. بصوا يا بنات تحفة، يعني اللون العسلي او اللون مدي على هافان شوية مع لون البيج الاوف وايت، مع تفاصيل الملاية مع الشغل البارز بقى كده على الملاية. صراحة يا بنات عاجبني قوي. كنت بوريكم برضو من زاوية تانية هنا. ايه رأيكم يا بنات؟ شغل المكرمية ده عاجبني قوي وشيك قوي. آه التابلو برضو جميل، درجاته لايقة. ده يا بنات برضو جميل قوي، درجاته حلوة، الجولد بقى مع الابيض. بصوا بقى يا بنات الدولاب برضو الليد فيه جميل قوي. التسريحة، برضو الجزء اللي انا عملته الليد اللي على التسريحة. هنا الجزء بقى بتاع الشنط بتاعتي. بجد الجزء بتاع التسريح ده يا بنات حاساه كده الجزء المفضل ليا يا بنات. بجد انا كل ما اخش الاوضه وابص كده على التسريحه يعني قمر قوي. حبيت الجزء بتاع الهلال والنجمه دوت. جميل أوي يا بنات، برضه الجزء